شيخنا الفاضل بعد الدكاترة في الجامعات يقولون أنكم تستدلون بأقوال الشاطبي وهو أشعري. الأول الأشاعرة ليسوا كفارا، وليس كل كلام للأشاعرة باطلا. الأشعري سني وظهر سنيته في كتابه الاعتصام، والشاطبي أقام كتابه على استقراء الآيات والأحاديث وكتب في مقاصد الشريعة. بقيت آثار في الأشعرية في كلامه، نعم، في مسألة الكسب وغيره. ولذا من فضل الله لما حققت كتاب الموافقات استدركت عليه أشعريته في مواطن كثيرة، حتى المسائل التي ليس مبنية على أصول ظاهرة للأشاعرة وإنما فيها دخان لقيامها على أصل بينتها وطولت في بيانها. فمن قال الحق قبلناه ومن قال الباطل رددناه. والله أراني الشاطبي في المنام، والله أعلم لو أني أراه، وأسأل الله أن يجتمع وإياكم وإياه في الجنان، أعرفه، يعني صورته ما زالت في ذهني. وكنت في الليلة التي رأيت فيها الشاطبي كنت مترددا هل أشتغل كتاب الموافقات أم لا. بقيت متردد. في الصباح جاءني هاتف أخت من الرياض تدرس الدكتوراه، تقول لي يا شيخ قرروا علينا في الدكتوراه كتاب الموافقات، وأقرأ ولا أفهم، والأستاذ يقرأ ولا يفهم، فمش ماذا نفعل في هذا الكتاب؟ أرجو منك أن تحققه وأن تخدمه. فقلت سبحان الله، رؤيا في الليل فبدأت من تلك اللحظة بخدمة كتاب الموافقات. ورأيت نفسي في مكان قريب من فندق عمرة، أدخل في عمارة، جلست في برندة العمارة مكشوفة، ولما جلست رأيت أمامي أسدا، والأسد وجهه وجه إنسان، وبقي وجهه في الآن في ذاكرتي. وبدأت أناقشه، ووقع في قلبي أن هذا الشاطبي في أمور دقيقة جدا في موضوع الأصول. فألقى الله في روعي أن هذا الشاطبي. كتبت هذه الرؤيا في مقدم التحقيق لكتاب الموافقات، فاجتمع العزم على أن أخدم كتاب الموافقات، فخدمته لله الحمد والمنة. وكان بعض الفضلاء من الأساتذة الذين يدرسون الدكتوراه يوصون الطلبة ألا يقرأوا إلا نشرتي، لأني وجدت المتن كلام الشاطبي فيه سقط لما قبلت المخطوطات، والكلام موهم، فحق لمن درسه ألا يفهمه. الكلام فيه أشياء فيها سقط، ولا يمكن أن يفهم الكلام إلا بالضبط على المخطوطات. كتاب الموافقات أخ بقول ما هو سر هذا الكتاب؟ هو قائم على مقاصد الشريعة. العلمانيين والليبراليين هذه الأيام يؤكرون على طلبة العلم والعلماء بمقاصد الشريعة، ويسرقون عبارات الشاطبي ويروجون باطلهم بهذه العبارات. وأصبحنا الآن أمام مشروع لبيان هذا الباطل، وهذا يخالف منهج الشاطبي. الشاطبي في مقدمة كتابه قال كلمة ينبغي أن نتذكرها ونحن طلبة علم. قال: لا آذن لأحد أن يأخذ شيئا من كتابي هذا حتى يكون شبعان ريان من الآيات والأحاديث. أما أن تأخذ ما تريد وأن تروج الباطل وتجوز الاختلاط وتجوز كشف العورات وبكلمات تأخذها من هنا وهناك، هذا شأن الباطل. أهل الباطل
يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخنا الفاضل بعد الدكاترة في الجامعات يقولون أنكم